سؤال واحد كان بيشغل تفكيري على مدار أكتر من 10 سنين في مهنة طب الأسنان، وكان بداية قصتي في إني آخد قرار أغير حياتي المهنية 180 درجة، وحولني من دكتورة أسنان بتكره مهنتها بفترة معينة وشايفاها مهنة مؤذية جدا وبتحاول طول الوقت تهرب منها، لدرجة إن أنا فكرت كتير جدا أعمل كارير شيفت وأدور على مهنة تانية، لشخص بيحاول يساعد الطلاب والدكاترة في المجال ده إن هم يشوفوا المهنة بمنظور مختلف تماما، علشان يبنوا لنفسهم اسم يكونوا مميزين بيه مهما كانت المنافسة صعبة، ويحققوا النجاح اللي دايما بيتمنوا. والسؤال بكل بساطة، ايه المشكلة أو فين المشكلة بالظبط؟ ليه بعد تعب 10 سنين أو أكتر في مجال طب الأسنان، سواء كطبيبة أسنان أو كعضو هيئة تدريس، مفيش التقدير المادي أو المعنوي اللي يكافئ التعب ده؟ وشغلي حتى مش مكفي احتياجاتي الأساسية، ولا بيحقق لي حتى 50% من الحياة اللي أنا كنت بتمناها أو نفسي أحصل عليها بعد ما أتخرج. وليه طبيب الأسنان طول الوقت حاسس نفسه في سباق وحاسس إنه مش عارف ياخد نفسه أو يعيش الحياة اللي بيتمناها؟ سؤال دورت له على إجابات كتير، وكانت أول إجابة بديهية بتيجي في ذهني أو يمكن تيجي في ذهنك، إنك أنت محتاج تشتغل على نفسك أكتر وتطورها أكتر علشان تبني شخصية ومكانة في المهنة دي محدش يقدر ينافسك فيها. فذاكرت وعملت ماجستير وحضرت دكتوراه وتقريبا عملت كل حاجة ممكن أعملها علشان أطلع بره مجال المنافسة القاتلة ده، لكن برضو كل ده كانت نتائجه محبطة، وفي لحظة حسيت بحسرة على مجهودي ووقتي اللي ضاع بدون ما احصل على المقابل اللي أنا أستحق. وهنا قررت اخد قرار كان عبثي بالنسبة لناس كتيرة جدا من اللي حواليا، لكنه كان المفتاح الحقيقي اللي فتح عيني على حاجات كتير محدش واخد باله منها في مجال طب الأسنان، واللي كان سبب برضه في إني أشوف المجال ده بنظرة مختلفة تماما، خلتني أقدر أحقق النجاح المادي والمعنوي. والقرار ده كان إني أدرس علم نفس. وطبعا الموضوع في البداية بالنسبة لي كان مجرد محاولة إني أبدأ أعمل كارير شيفت، كمحاولة إني أطلع من المهنة دي وأدور لنفسي على مصادر دخل تانية تحقق لي مستوى الرفاهية اللي أنا عايزاه. ومن اللحظة اللي بدأت أطبق فيها كل اللي اتعلمته، حياتي اختلفت تماما على كل المستويات، المادي، المعنوي، النفسي، والمهني كمان. الضغط اللي كنت بحس بيه اختلف، ورضا العملاء عن التجربة اللي بيمروا بيها معايا زاد جدا، وكمان الدخل اللي بقى بيدخلي في العيادة ارتفع أضعاف كتير عن الأول، لأن الحالات بتاعتي بقى عندهم ولاء ليا، بقوا مش عايزين يروحوا لدكتور تاني لأن هم عندي بيحسوا بالراحة النفسية، وكمان بيقولوا لزمايلهم وقرايبهم، فبيجيلي حالات أكتر. مش بس كده، مستوى استيعابي أنا كرنا كطبيبة أسنان وكعضو هيئة تدريس زاد جدا وبقى أفضل كتير، وده اللي شجعني آخد شهادات أكتر واستثمر في عقلي أكتر وأكتر. ومع الوقت حققت الرضا والراحة النفسية اللي كنت بتمناه، وتحولت من حد كان طول الوقت بيحاول يهرب من مهنته بمشروع أو بكارير شيفت لشخص قادر يجمع ما بين علم النفس وما بين مهنة طب الأسنان، لأنه بقى قادر يفهم كتير جدا عن نفسه وعن قدراته الداخلية اللي ربنا سخنها له عن طريق عقله اللاواعي. علشان كده قررت ان انا اساعد اكبر قدر من الدكاترة والطلاب في المهنة دي، انهم يحولوا حياتهم المهنية اللي ممكن تكون صعبة او مرهقة او مؤذية نفسيا لحياة مريحة وهادية وبتحقق لهم الدخل اللي هم عايزينه والراحة النفسية اللي نفسهم فيه. انا رنا نجم، دكتورة أسنان، ومؤمنة بقوة علم النفس وتطبيقات العقل اللاواعي وتأثيرها على حياتنا بشكل عام. فلو عايز تعرف أكتر عن تأثير الصحة النفسية وقوة عقلك اللاواعي اللي هتخليك تعيش تجربة مختلفة وتدي للعملاء اللي بيجولك العيادة تجربة ما كانوش متخيلينها عن مهنة طب الأسنان، وكمان تبني اسم متميز تقدر تحافظ عليه في ظل المنافسة الشرسة اللي موجودة في المجال ده دلوقتي، تابعني على البيج هنا، تقدر تعمل فولو وتسيب لي أي سؤال انت عايزه في الكومنتس تحت، لأني مؤمنة إنك دايما تستحق الأفضل، ولأني عارفة قد إيه مهنة طب الأسنان مهنة مميزة وممتعة في نفس الوقت.